ده أول فيديو معانا من واقع الشغل العملي في مجال اللوحات. احنا اتكلمنا عن مجال البانل بيلدر والوظائف اللي فيه وشرحنا مكونات اللوحة واتكلمنا عن دور السيلز، وفي الفيديو ده هنتكلم عن التندر والديزاين. انا ما حبيتش افصلهم عن بعض عشان خاطر تفهمهم بشكل واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس عمرو رمضان وده ذا الكتريك واي. هنا بنتكلم عن كل ما يخص الكهرباء. فلايك للفيديو واشترك في القناة واكتب لي في الكومنتات في نهاية الفيديو فهمت قد ايه من الشرح، ولو في حاجة مش واضحة اكتبها وانا هرد عليك في التعليقات او ابعت على جروب الواتس الخاص بالكورس. ده اول فيديو عملي من واقع الشغل زي ما قلنا، فخليك حريص انك تفهم كل جزئية موجودة فيه وبالتفصيل. في تولز كتير تقدر تستخدمها، بس الكورس ده للناس اللي بتبدأ في المجال. عشان كده هنستخدم اسهل اداتين يخلوك تقدر تسعر وتصمم اللوحه بشكل سهل جدا وبطريقه مبسطه، وهما الاكسل والاوتوكاد. زي ما قلنا في فيديو التعريف بالمجال وهسيب لك اللينك بتاعه دلوقتي، دول وظيفتين منفصلتين عن بعض. يعني انت يا هتشتغل تندر يا هتشتغل تصميم، مش هتعمل الوظيفتين مع بعض، ولو هتعملهم يبقى ليك امتيازات. بس هنا في الكورس هنشرحهم مع بعض عشان دي اسهل طريقه تقدر تفهمهم بيها لانهم بيكملوا بعض. خلينا كده قبل ما نقول معلومه بسيطه، في الجهد المتوسط بيبقى عندنا الار ام يو اللي هي رينج من يو، ودي اللي بتدي المحول، والمحول بيروح يدي لوحه عموميه. والثلاث حاجات دول ساعات بيبقوا منفصلين عن بعض وساعات بيبقوا متجمعين في مكان واحد اللي هو الكشك بتاع الكهرباء اللي انت بتشوفه في الشارع. بعد كده اللوحه اللي في كشك الكهرباء دي بتروح تدي بيلر، والبيلر ده بيروح يدي بيلر زيه وبيروح يدي كوفري، والكوفري كمان بيروح يدي كوفري زيه. بعد كده بيروح يدي العماره او المنشاه اللي انا عايز اغذيها. احنا هنا في الفيديو ده هنبدا باسهل حاجه فيهم وهي الكوفري. الكوفري ده بيبقى ليه مواصفه على موقع الشركه القابضه اللي انت شايفها قدامك دلوقتي. دي المواصفه بتاعه الكوفري ودي المواصفه اللي هنمشي عليها. ممكن حد يسال سؤال بسيط، هل كل اللوحات بيبقى ليها مواصفه زي كده؟ انا بشوف المواصفه وبشتغل عليها. بيبقى فيه على موقع الشركه القابضه مواصفه عامه شامله اللوحات كلها. المواصفه العامه دي انت بتاخد منها حاجات معينه وهي بتفهمك كونسبت التصميم. يعني الخلاصه، في لوحات هتقابلك ليها مواصفه وفي لوحات تانية هتقابلك لازم تبقى فاهم كونسبت التصميم بتاعها عن طريق بقى القراءه في الاكواد او عن طريق المواصفه العامه بتاعه شركه الكهرباء. الفايل اللي قدامنا ده باسم بانل بيلدر لوكيتشر 4. هنا هتلاقي كل الحاجات اللي هنشتغل عليها في الفيديو النهارده. اول حاجه معانا المواصفه بتاعه شركه الكهرباء دي، هتلاقيها على موقع الشركه القابضه لكهرباء مصر. هتلاقي فيها المواصفات اللي هم عايزينها للكوفري. هتبتدي تقرا البنود دي معاك لغايه 20 بند. في الاخر بتلاقي الرسم التنفيذي بتاع الكوفري نفسه، ده اللي احنا هنعمله النهارده. البي دي اف ده انا حاطه لك برضه للتوضيح. دي المفروض الصوره النهائيه للكوفري. احنا اتفقنا ان الكوفري ده بيبقى جاي، يعني البيلر بيدي كوفري، فاحنا عندنا ادي الكابل اللي جاي لنا هيخش على هنا. ده كده جاي من بيلر تمام كده، وهيروح يدي الكوفري اللي بعده. يبقى احنا قلنا ان الكوفري بياخد من بيلر بيروح يدي الكوفري اللي بعده، والثلاثه الفيوزات اللي فوق دول رايحين على العماره او المنشاه اللي عندي. تمام كده، دول بيبقوا 250 على قواعد 400. يعني الفيوز اللي فوق ده 250 امبير، اما القاعده اللي تحت بتبقى 400. عندنا هنا فوق بيبقى الفيوز 160 والقاعده 250. بيبقى مطلوب فيه كمان بكلايت، تقدر تعتبرها انها فبر كده 5 مللي. بيبقى عندي هنا الباره بتاعت النيوترال والارث هنا ايه في الجنب. دي المسامير اللي هي بتاعت تثبيت البار، وهنا الصوره اللي انا ايه ثبت عليها البار. بركب اتنين عازل اللي هو الاحمر العازل اللي احنا قلنا عليه زلاتوري او بسبار سبورت اللي شرحناه في الفيديو بتاع مكونات اللوحه. فبركب عليهم هنا باره النيوترال وهنا الباره بتاعت الارث. طيب، دي صورة الكوفري كده 3D. تمام، اللي بيعمل الصورة دي بيبقى عندك مهندس السوليد قسم الميكانيكا عامة.
بتاخد على برنامج السوليد وورك بيبتدي يرسم لك الرسمة اللي انت شايفها قدامك دي دلوقتي. الكوفري بقى لما يجي يتصنع بيبقى كذا جزء، يعني هو ما بيبقاش مرة واحدة. يعني انا ببتدي اطلع التوب والفلور، دول بيبقوا زي بعض. بعد كده بيبقى عندي الباب جزء لوحده، بعد كده عندي البادي نفسه. ده كده سريعا الكوفري، تمام. طب انا دلوقتي عايز ابتدي اعمل الكوفري اللي قدامي ده، احدد سعر ليه او اعمل سعر للكوفري اللي قدامي. هنشتغل على الاكسل، هنخش بقى على فايل التسعير عشان خاطر نحسب سعر الصاج بتاع اللوحة. انا بيبقى عندي هنا المكونات، يعني احنا لو رجعنا للصورة دي كده، فانا عارف ان انا عندي ادي جزء اتنين تلات اجزاء، لان الجزئين دول التوب والفلور يعتبروا حاجة واحدة. فانا عندي تلات اجزاء عايز احسب سعرهم، فبكتب الاجزاء اللي عندي. ادي عندي البادي، عندي الباب بتاع اللوحة او الضلفة، وعندي التوب والبوتtom. طبعا في لوحات تانية بيبقى فيها المراية الخارجية او باليتا وحاجات تانية كتير، بس احنا هنا ايه هنشتغل على ايه الكوفري اللي معانا. كل حاجة هتزيد بعد كده هنزودها ايه تدريجي في الفيديوهات الجاية. انا بيبقى معايا الابعاد، يعني بيبقى معايا اللينس عشان خاطر دي هنا مواصفة، يعني انا شركة الكهرباء مدياني المواصفة والتقسيمة بتاعة اللوحة دي. في لوحات تانية ممكن شركة الكهرباء احنا قلنا هتبقى مواصفة عامة، وانت بتاخد الكونسيبت بتاع الديزاين، فانت هتبتدي ترص القواطع في اللوحة وتحدد مسار النحاس، وبعد كده هتقدر تطلع الابعاد عندك بتاعة اللوحة. بس احنا هنا معانا ايه الابعاد جاهزة. فاحنا كده عندنا اللينس والويدث، وعندنا الدبس بتاع اللوحة او العمق. رجعنا للمواصفة، المواصفة ادتني ان ابعاد اللوحة هي عايزاها 90 في 60 عمق 20، 90 في 60 عمق 20، تمام كده. وادي الرسمة بتاعت اللوحة تحت موجودة معانا تحت، دي كده 90، دي كده 60، وادي العمق بتاعي اللي هو 20. والحتة اللي بالطول دي اللي هي الباكلايت، اللي هو غطاء باكلايت بكامل الصندوق اللي هو ده. اتفقنا اللي هو ده ايه الباكلايت، الجزء ده كله. هتلاقي في المواصفة برضه انك ان سمك الباكلايت 5 مللي. نرجع نكمل. فانا عندي الطول 90، عندي الويدث 60، والدبس 20. دي كده ابعاد اللوحة. عايز معادلة أحسب من خلالها البادي، يعني أقدر من خلالها أحسب البادي والدور والبوتوم، تمام كده. هنبدأ الأول بالدور. الدور ده عبارة عن إيه؟ لما تيجي تبص كده، أدي الباب بتاع اللوحة. هتلاقي الباب بتاع اللوحة وما هو إلا إيه؟ طول في عرض، يعني هو كده إيه؟ مساحة مستطيل، تمام كده؟ طيب إيه اللي زيادة فيه؟ شايف الحتة دي كده؟ دي اللي هي إيه؟ اسمها شفة، دي الشفة بتاعة الباب. فأنا عندي شفة من هنا، تمام؟ وعندي شفة برضه من تحت، يعني أدي كده شفة اتنين تلاتة أربعة. طيب أنت بترجع لمهندس الميكانيكا عندك وهو بيبقى مظبط الشفة عنده على برنامج السوليد، فممكن يقول لك إن الشفة دي مثلا هتبقى 5 سم مثلا، ممكن يقول لك 2 سم. فأنت هيبقى عندك الطول زائد 2 سم في العرض زائد 2 سم، تمام كده؟ هتيجي هنا عشان تطلع المعادلة، هتقول إن أنا عندي إيكوال آدي الطول بتاع اللوحة مضروب في العرض بتاع اللوحة. طيب احنا اتفقنا على موضوع الشفف، هيبقى الطول ممكن مثلا نقول الشفة وليكن 5 سم. ادي الطول زائد
5 سنتي بتوع الشبكة مضروبين في العرض زائد 5 سنتي. كده أنا خلصت المعادلة بتاعت، إحنا قلنا دي المعادلة بتاعت الباقي مش البادي، إحنا سيبنا معادلة البادي دلوقتي. لما أجي أدوس على المعادلة إداني فعلا الطول في العرض، تمام؟ أنا عايزهم بالسنتي، دي كده بالسنتي، أنا عايزها بالمتر، فهقوم جاي قاسم على 10,000 عشان أحولها لمتر، فأصبح عندي إنها كام؟ 6 إيه من 10. مظبوط كده. أروح أجيب معادلة التوب والبوتوم. التوب والبوتوم عندي هما حتتين زي بعض، طب هما عبارة عن إيه؟ مستطيل برضه، بس المستطيل هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن العمق بتاع اللوحة في العرض، تمام كده؟ عبارة عن العمق أهو في العرض. طيب يبقى إحنا قلنا أدي عبارة عن العمق، بس عمق اللوحة وقف لغاية هنا. هتلاقي فيه كذا شفة كمان، يعني دي في شفة كده وشفة كده تانية لبره اللي هي الجزئية دي، تمام كده؟ يبقى أنا عشان أجيب المعادلة بتاعة التوب والبوتوم خلاص هجيب العمق اللي عندي خلاص زي ما اتفقنا، وأزود عليه 5 وأضربه في عرض اللوحة، لأن عرض اللوحة زي ما هو. ادي ايكوال، هيبقى عبارة عن العرض بتاع اللوحة مضروب في العمق، وهنزود عليه الشفت. طبعا الشفت دي انا فارضها من عندي 5، انت المفروض ترجع للمهندس بتاع الميكانيكا عندك وهو هيقول لك الشفت دي هو بيعملها كام. طيب دي كده التوب، احنا قلنا التوب والبوتوم زي بعض فهم جاي ضارب الكل في 2. طيب بعد ما ضربناهم في 2 هقوم جاي قاسم على ايه؟ من 10,000 عشان احولها كلها لمتر. طلعت عندي 3 من 10. اتبقى عندي معادلة البادي، تعالى نجيب معادلة البادي. البادي بتاع اللوحة اللي قدامك ده اهو كده، انا عايزك تركز فيه، هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن العرض، تمام؟ بتاع اللوحة، ده كده العرض بتاع اللوحة، وعندك ادي عمق بالشفف بتاعته، تمام كده؟ فانت العمق بالشفف بتاعته ده في جنب الناحية دي وجنب الناحية التانية، فهتضربه في 2، يبقى هتاخد الظهر ده، تمام؟ الظهر ما هو الا ايه؟ طول في عرض، هتاخد الظهر ده زي ما هو وتجمع عليه الجنب ده والجنب ده، بس كده كده الجنب وده والجنب ده كلهم حاجة واحدة، فانا هاخد ده واقوم جاي ضارب ايه؟ الجناب في 2. هيبقى عبارة عن الطول بتاع اللوحة اللي هو 90، الطول بتاع اللوحة في، أفتح قوس، عرض اللوحة اللي عندي اللي هو 60، وهجمع عليه العمق في 2، وهجمع كمان الشقق اللي قلنا عليها اللي هم 5 و5 هيبقوا ايه؟ 10. يبقى آخر القوس كل ده يتقسم على 10,000. طيب طلع معايا البادي والدور والتوب والبوتوم. طيب دي كده أنا عايز أجمعهم عشان أجيب أبعاد اللوحة، أقوم جاي مجمعهم، صح؟ يبقى أنا كده هحتاج لوح 2 متر. عرض اللوح بيبقى ثابت، يعني عرض اللوح ممكن يبقى متر، ممكن يبقى متر وربع، ده بيبقى ثابت. إنما الطول بتاع اللوح أنت براحتك حسب ما بتجيبه من المورد بتاع الصاج. فإحنا هنا هنحتاج 2 متر في متر. دي كده إيه؟ أبعاد اللوح اللي عندي. طيب أنا عايز بقى إيه؟ أجيب سعر ال 2 متر دول. عشان أجيب السعر بتاع ده فأنا محتاج الأبعاد، محتاج مع الأبعاد السكنس بتاع الصاج اللي هو السمك بتاع الصاج. السكنس بيبقى 2 مللي، ده حسب المواصفة. في لوح تانية بتتعمل أقل، في لوح تانية بتتعمل 1.5، في لوح بتتعمل 1 مللي، بس أنا حسب المواصفة اللي معايا السكنس 2 مللي.
وسمك لا يقل عن 2 مللي. يبقى احنا جبنا كده السكنس بتاعنا 2 مللي. بحتاج الكثافة. بتاعة الصاج. كثافة الصاج غالبا بتبقى ايه 7 وشوية، فاحنا ممكن نشتغل انها 8. طيب، بقى عندي ابعاد اللوح دي اللي هي الدايمنشن بتاعت اللوح. اقدر اجيب بعد كده الويت، الوزن بتاع الصاج. اجيب الوزن بتاع الصاج عن طريق اللي انا اخد البعد ده واضربه في السيكنس اللي عندي في الكثافة. اداني الوزن 30 كيلو ونص، يعني اللوحة دي عاملة 30 كيلو ونص. اروح احط مثلا سعر الكيلو، الصاج بيجي بالكيلو، وليكن مثلا سعر الكيلو 50 جنيه او حسب المورد اللي انت بتتعامل معاه. فتقدر هنا تطلع السعر بتاع اللوحة. سعر اللوحة هنا هيبقى ايكوال ال 30 كيلو مضروبين في 50 جنيه. يبقى اداني ده سعر الصاج. خد بالك بقى من حاجة معينة، إن ده سعر الصاج بس. ماشي كده؟ ضيف عليه سعر البقلايط أيا كان سعر البقلايط كام. بعد كده بتضيف سعر الدهان بتاعك لأنه بيدين دهان إلكتروستاتيك. بتضيف سعر الدهان. بعد ما تضيف سعر الدهان تروح تضيف بقية الحاجات دي كلها بتاخدها من إدارة المشتريات عندك، مبيبقاش فيها أي مشكلة. بتضيف سعر الدهان، تضيف سعر الجوان اللي عندك ده. بعد كده بتضيف سعر المفصلات اللي عندك في اللوحة، وتضيف كمان المصنعات بتاعة اللوحة، وتضيف سعر العوازل والمسامير بتاعة اللوحة. كده انت سعرت اللوحة كصاج. طيب، يبقى احنا معانا سعر اللوحة ده فرضا كصاج 1526. طيب، بعد ما خلصنا الصاج عايزين نشوف سعر النحاس اللي في اللوحة. النحاس عندنا بقسم على 1.5، بمعنى ان انا لو عندي مثلا 250 امبير ماشيين في القاطع، تمام؟ فال 250 امبير دول انا هقسمهم على 1.5. اداني 166، يعني انا محتاج كروس سكشن اريا لبارة نحاس تبقى 166 ملم مربع. طيب، ال 166 دي انا اجيبها منين؟ النحاس عندي بيطلع من المصنع بيبقى متقسم لابعاد، لان المصنع بيعمل ستاندرد ابعاد جاهزه. ممكن تكتب على النت جدول ابعاد النحاس هيطلع. طب الابعاد المشهوره ايه؟ 5 في 20، او 20 في 10، او 30 في 5، او 15 في 5. كل دي أبعاد موجودة، أو 20 في 10. يبقى أنا عندنا ال 20 في 5، ال 20 في 10، ال 30 في 5، ال 15 في 5، ال 20 في 10. كل دي أبعاد نحاس عندي. طيب، أنا لما جيت حسبت ال 250، أنا عندي الفيوز في الدايرة في اللوحة، قصدي أعلى فيوز عندي في اللوحة 250 أمبير. تمام كده؟ فأنا لما قسمت ال 250 على 1.5 إداني ال 166. إيه من هنا من الأبعاد اللي عندي هيديني ال 166؟ هلاقي إن أقرب حاجة ال 20 في 10. ال 20 في 10 هيديني 200. فده أقرب حاجة موجودة. يبقى أنا هاخد النحاس ال 200. طيب، هنرجع للرسمة التوضيحية بتاعتنا. أدي النحاس بتاع اللوحة. عشان تشوف مسار النحاس في اللوحة، فأنا عندي دي كده، أدي كده بره. تمام. بعد كده في بارة تانية اللي هي دي. تمام. بعد كده عندي بارة تالتة اللي هي البارة دي. كده عندي 3 بارات. طبعا ال3 بارات دول ورا بعض، يعني أنا عندي البارة دي الأولى، والتانية متنية ومتكسحة وجاية بعديها، والتالتة بعديهم كذلك. دول اللي هم ال3 بارات اللي هم زي ما قلنا كام؟ 20 في 10.
وعندي بارة هنا ايه بالطول اهي. ابتدي بقى اروح على الكاد عشان خاطر نرسم اللوحة بتاعتنا. الاشكال اللي موجودة عندي دي انا هقول لك تقدر تجيبها من فين. انت ممكن تسرش عن كاد دروينج للاشكال الموجودة دي، وتكتب مثلا فيوز 400 امبير كاد دروينج، فهو هيديك فايل كاد جاهز في الشكل ده. او ممكن ان انت ترسمه، يعني ده شكل سيمبل بسيط انا اللي عامله بيمثل الفيوز. لما نيجي للقواطع هنخش نحمل فايل الكاد ده من مواقع الشركه نفسها. يعني احنا لو احنا بنشتغل لوحه قاطع تيتا شنايدر او قاطع تيتا اي بي، فانت بتخش على الويب سايت بتاع الشركه نفسه وتكتب كاد دروينج مثلا للقاطع ايزي باكت او ايزي لاين، اي قاطع من قواطع شنايدر، فهو هيديك فايل الكاد تفتحه. بيجيب لك على طول البلوك دي جاهزه، بيجيب لك على طول البلوكه بتاعت القاطع جاهزه بالدايمنشن بتاعت القاطع، عشان انت هتحتاج الدايمنشن بتاع القاطع. بس دي حاجه ادفانسد قدام، فايه هنشرحها ايه في وقتها. بالنسبه للشكل الخارجي بتاع اللوحه انا بجيبه من مهندس الميكانيكا. بقى مهندس الميكانيكا بعد ما يصمم اللوحه بيصممها على السوليد. السوليد الصيغه بتاعته دي اكس اف، والكاد دي دبليو جي، فهو ممكن يعمل اكسبورت عنده يطلع لي الفايل ده دي دبليو جي، يفتح عندي على طول على الكاد. طيب الرسمه دي بتتحط كده من الفايلات بتاعه الشوب دروينج. يعني احنا عندنا في الشوب دروينج بتاع اللوحه بيبقى اللوحه المرايه، الجزء الداخلي من اللوحه عليه القواطع او الفيوزات، وبيبقى ايه منظر ايه اوتسايد للوحه ايه من بره. ده بيبقى شكل الشوب دروينج. طيب الابعاد دي بجيبها من المواصفه بتاعه الكوفري. الكوفري هو اللي حاكمني بالابعاد دي. طيب انا لو لوحه تانية غير الكوفري بيبقى ليها المواصفه العامه. المواصفه العامه دي انا بحط بقى بدماغي الابعاد. طب بحط الابعاد دي بدماغي بناء على ايه؟ بناء على رصه القواطع في اللوحه. انا برص القواطع في اللوحه بشكل يديني اقل مساحه للبارات النحاس. لو جينا هنا للمواصفه، فانت هتلاقي المواصفه هنا هو مديك الحته دي من هنا لغايه السنتر بتاع الباره بتاعت النيوترال 120، 120 مللي، يعني 12 سم. وقال لك ان من الاول لغايه هنا 240، لغايه اول القاعده بتاعه الفيوز 240، يعني نقدر نقول ان هو مساه 120 و120. بعد كده مديك 230، دي القاعده الاولى اللي هي القاعده الكبيره 400 اللي راكب عليها فيوز 250، ومديك الحته دي 3 سم اللي هي بارت النحاس دي. بعد كده مديك القاعده اللي بعدها 20 سم، لان القاعده دي 250 والفيوز اللي عليها 160، فالقاعده اصغر شويه. بعد كده عايز فراغ هو 20 سم فوق. بعد كده قال لك ان من جنب اللوحه لغايه السنتر بتاع القاعده 10 سم، بعد كده مشيها 8. فانت لما تاخد اول حته 10 سم بعد كده 8 8 8 8 8، فانت عندك 8 في 5 ب 40، وعندك 10 شمال و10 يمين، ادي كده ال 60 عرض اللوحه. طيب التفصيله دي بالظبط اللي انا عاملها. انت بعد ما بيبقى معاك الحاجات جاهزه تاخد البلوك اللي قدامك زي ما انت شايفه كده، وهتبتدي ترص البلوكات دي. يبقى انا كده عندي الفيوز الاول، فيوز التاني، فيوز التالت. كده انا خلصت الثلاث فيوزات اللي دول. ابتدي ارص الفيوزات اللي تحت. كده انا خلصت الشكل بتاع الفيوزات. ده كده شكل اللوحة الداخلية اللي هو موجود عندنا هنا. بعد ما خلصت الشكل ده انا عايز احسب ابعاد النحاس عشان اروح احسب السعر بتاعه.
من اول هنا لغايه هنا 10 سم، بعد كده 8 سم. طيب انا عايز احسب المسافه بين قاعده الفيوز دي وقاعده الفيوز دي. ادي قاعده الفيوز دي وقاعده الفيوز دي المساحه بينهم 8، بس انا عندي هنا 1 سم من هنا، 1 سم من هنا، يبقى انا عندي المساحه كامله 10، لان النحاس هتركب من اول هنا لغايه هنا، فانا عندي 10 سم. نيجي على الرسمه هنا اوضح. انا عندي ادي دي كده 10 سم، تمام. واحنا اتفقنا ان المقطع بتاع النحاس هيبقى 20 في 10. طيب النحاسه دي 10 سم، اروح احسب النحاسه اللي بعدها. النحاسه اللي بعدها هي ماشيه كده بس راجع لورا سنه، لو انت خدت بالك ان الثلاث بلاط ورا بعض راجع لورا سنه، وانا هقول لك هنحسب النسبه دي ازاي. بعد كده مشيت كده، بعد كده طلع التاني، بعد كده جت كده. ده كده مسار النحاسه اللي ورا. طيب احنا قلنا من هنا لهنا 10، تمام، يبقى من هنا لغايه هنا 20، تمام كده. طيب عايز احسب بقى هي نزلت قد ايه. سمك البارة 20 في 10، تمام كده، فهي نزلت 1 سم، تمام. 1 سم ده سمك البارة. بسيب مسافة بين البارة والبارة اللي بعدها حسب الستاندرد، حسب السمك بتاع البارة، فهي كده 1 سم، تمام. وهسيب مسافة بين البارة التانية 1 سم كمان، فهي كده نزلت من هنا 2 سم، تمام. بعد ال 2 سم اللي نزلتهم في التانية كمان بتاخد 2 سم كمان، وحسب الزاوية اللي انت هتتني عليها. يعني ممكن تتني على زاوية 110، زاوية 107، فدي انت برضو بتظبطها مع الفني اللي بيتني عندك في المصنع. طيب يبقى احنا قلنا 2 سم تاني، وال 2 سم المسافة اللي قلنا عليها، يبقى كده 4 سم، وزيهم 4 سم من الناحية التانية، تمام. يبقى 4 سم و4 سم 8 سم و20، يبقى كده 28. يبقى احنا قلنا البارة الأولى هتتوصل دايركت فهتبقى 10 سم، والبارة التانية هتبقى 28. نيجي هنا في الإكسل عشان ما ننساش. البارة الأولى كانت 10 سم، التانية 28. احنا قلنا إن النحاس بتاعنا 20 في، قلنا النحاس بتاعنا 20 في 10، اللي هو مساحة المقطع بتاعه 200، تمام كده. طيب نيجي نكمل نحسب البارة التالتة. البارة التالتة هيبقى كده الحتة دي 30، لا دي كده المسافة بين القاعدتين 10، 20، 30، يبقى معانا 30. وعشان احسب التنايات احنا قلنا نزلنا لغايه الباره كده كان 4، لغايه الباره اللي في النص، فانا همشي بعدها 2 سم، و2 سم كمان التانيه بتاعت الباره الاخيره، فانا كده نزلت من هنا 8، والناحيه التانيه زيهم 8، 8 و8 16، 16 و30، يبقى كده 46، يبقى كده 46. احولهم كلهم لمتر. باقي معايا الثلاث حتت دول، كده واحده 2 3. دول كانوا حسب المكتوب لي في المواصفة إن هما 3 سم، بس هي هتبقى أطول من كده، بتبقى مجازا 5 سم أو 8 سم ساعات لما تيجي توصلها فعليا، لأن قاعدة الفيوز ممكن تتغير عن 23 وتتغير عن 20 حسب نوع الشركة. يعني أنت لو جبت قاعدة فيوز مثلا من إي بي غير لما تكون جايب القاعدة من جاد أو بي أند سي أو شنايدر أو أي شركات تانية. فإحنا هنحسب الحتة 5 سم، 5 في 3 حتت 15 سم. يبقى إحنا كده معانا جبنا أبعاد النحاس، والنحاس عندنا موجود كله 20 في 10 زي ما اتفقنا. طيب هنيجي بعد كده نحسب النحاس بتاع الأرضي، تمام كده، والنيوتن اللي هو ده. أنت ممكن تحط حتة صغيرة 20 سنتي في الاتنين هنا وهنا، يعني هيبقى عندك 40 سنتي، هنا 20 وهنا 20. بس هنا مقطع النحاس أقل، يعني إحنا عندنا النيوترال بيبقى نص الفازة، تمام كده. يعني إحنا عندنا الفازة مساحتها 200، فالنيوترال هيبقى نصها، نصها اللي هو 100، 20 في 5. لو قلنا 20 في 5 يبقى 20.
في اللوحات الكبيرة الموضوع شوية بيختلف في النحاس، يعني بيبقى البارة العمومية مثلا لو 400 أمبير، قصدي المقطع البارة 400، بيبقى عندك النيوترال 60% منه، ما بيبقاش 50%، بيبقى 60% منه، يعني ممكن تقريبا هيبقى في حدود 250 ملم. إنما الإرث بيبقى ربع الفازة، يعني هيبقى 100. ده في اللوحات الكبيرة واللوحات العمومية الكبيرة. طيب، كل حاجة برضو ليها وقتها لما نيجي نتكلم عنها. أنا دلوقتي معايا النحاس، مساحة المقطع بالمليمتر، ومعايا الأطوال بتاعتي، أقدر أجمع الأطوال دي لأن الأطوال دي كلها حاجة واحدة. يعني هاجي هنا وأقوم جاي إيه مجمع الأطوال بتاعتي. فأنا لما أجي أجمع الأطوال بتاعتي عندي دول كلهم هيبقوا متر مجازا، وعندي من النوع اللي هو المية هيبقى 40 سم. دي كده الاريا بتاعت النحاس. هنا الطول اللي انا مستخدمه في اللوحة. هنا بحط الكثافة برضو بتاعت النحاس. كثافة النحاس 8.96 جرام لكل سنتيمتر مكعب. بعد كده الكيلو، وبعد كده البرايس. ابتدي اجيب الكيلو. عشان اجيب الكيلوات بتاعت النحاس باخد ايكوال الاريا في الطول اللي انا استخدمته في الكثافة بتاعت النحاس. طبعا الكلام ده كله احنا اتفقنا ان هو كان كام، الكثافه هنا كانت جرام تمام لكل سنتيمتر مكعب، فانا هنا شغال على المتر فهقسم على كام، على 1000. اداني ان انا هاخد كيلو و700 تمام كده، ومن الناحيه الثانيه هاخد 350 جرام. ابتدي احط سعر النحاس، واخد بالي سعر النحاس ده شامل الضريبه، بيبقى يعني بجيب السعر من الراجل وازود عليه 14% اللي هو سعر الضريبه، وليكن مثلا 600 جنيه. فابتدي هنا اقوم جاي مجمع الكيلوات. ادي الكيلوات اللي عندي، طلع عندي 2.1 كيلو. احنا اتفقنا ان هو 600 جرام، يبقى عندي هنا بس نكتب توتال كيلو. توتال برايس توتال برايس هيبقى ايكوال ده في 600، طلع عندي 1200 جنيه النحاس. يبقى انا كده حسبت النحاس طلع معايا 1200، وحسبت الصلب. فابتدي اجي على جنب واكتب بقى ان الستيل، بعد كده النحاس، بعد كده زي ما اتفقنا اللي هو سعر بقى الزلاتوري وسعر الجوان وسعر المسامير وسعر الحاجات دي كلها. فأنا حطيتهم، وابتدي أجمع الأسعار كلها أيا كانت بقى الأسعار دي تمنها إيه. بعد كده أحط سعر الفيوز. احنا قلنا احنا عندنا فيوز، عندنا في اللوحة 3 فيوز 160 أمبير تمام كده، ومعانا 3 فيوز بيز 250. ده الجزء الخاص بتغذية العمارة. ومعانا 6
فيوز 250، ومعانا 6 فيوز بيز 400. دول كده التغذية اللي جاية من البلر ورايحة تودي الكوفري التاني اللي هو هيبقى الفيوزات 250 والقواعد عندي 400، ودول اللي رايحين المنشأ. يبقى أنا كده أحط أسعارهم أيا كان إيه أسعارهم. الأسعار دي طبعا المشتريات عندك في المصنع هي اللي إيه هتديها لك. يبقى أنت كده سعرت الكوفري كام. نرجع تاني لحتة الكاد. احنا اتفقنا ان دي انت هتاخدها صيغة عادي دي دبليو جي، هتاخدها من المهندس بتاع السوليد عندك هيطلعها لك كده. ممكن ترسمها انت على الكاد، بس التفاصيل الصغيرة دي يعني دي تفاصيل المفصلة، تفاصيل الحاجات دي لازم تاخدها من مهندس السوليد، او التفاصيل دي تحملها فايلات 3 كاد دروينج زي ما اتفقنا من المواقع بتاعت الشركات. كده انا عندي اللوحة من جوه وعندي الشكل ده من بره. بعد ما اخلص ببتدي اعمل حاجه اسمها الشوب دروينج او الفايل الخاص بالشوب دروينج. الشوب دروينج ده بيعمله المكتب الفني، بيبقى زي اللي موجود قدامنا ده. ده كوفريه الابعاد بتاعته الويدث 600 925، هنا زياده 5 سم. ليه زاد 5 سم عن المواصفه؟ لان تنايات النحاس لما تيجي تحسبها مع العمق بتاع اللوحه فبضطر ان انا ازود ال 5 سم دول. التنايات دي ورا بعض لما اجي احسبها هلاقي عمق اللوحه عندي 20 مش معاصر. طب حاجه زي كده برجع لشركه الكهرباء، وشركه الكهرباء بتيجي تعدلها وبتبعت ناس تيجي تعاين الكوفريه اللي خلص ده وبتديك الاعتماد بتاعه. الشوب دروينج اللي انا بقوله لك ده اللي بيعمله ميكانيكا، بيبتدي يطلع لك الصوره دي بتطلع 3 دي من برنامج السوليد. كذلك الباكلايت للباب، ودي انت ككهرباء اللي انت عملتها اللي هي الجزئيه دي اللي هي دي. هنا دي السبورت بتاع الفيوزات اللي هما الاثنين اللي بالعرض دول عشان الفيوزات تركب عليه. وادي التوب والبوتوم بتاع اللوح اللي هي الحته اللي فوق دي والحته اللي تحت. انا ممكن اعمل فتحات لدخول الكابلات، يعني فتحات مدوره كده، فتحات مدوره كده لدخول الكابلات حسب الكروس سكشن اريا بتاع الكابل اللي عندي ده. لو العميل زودني بين ايه الكابلات اللي هتخش عندي. ساعات ما بيبقاش عندي المعلومه دي فبعمل طبه كامله زي كده زي ما انت شايفها، وهو العميل في الموقع بيبتدي يفتح الفتحات بتاعته. في الكوفريه هنا في المواصفة شركة الكهرباء مدياني الفتحات دي، يعني مدياني 30 فتحة في النص 30، ومدياني الفتحة دي من أول لغاية هنا 10، والفتحة دي 8، ومدياني الفتحات اللي فوق كل فتحة 3 للخارج اللي عندي. سواء عملت الفتحات عشان هنا الأمبيرات ثابتة معايا زي ما اتكلمنا، أمبيرات الفيوزات ثابتة، سواء عملتها كده او عملت طبتين مفيش مشكله. كده كده انت لما تخلص الكوفيه بتاعك شركه الكهرباء بتيجي تعتمده الاول قبل ما تبتدي تورد اي منتج منه. احنا هنا المره دي ركزنا اكتر في الفيديو ده على التسعير، في تفاصيل كتيره لسه في الفايلات بتاعه الكاد، فانت الفيديو ده ابتدي تدرب عليه. المره الجايه هنبتدي نشرح الكوفريه بتفاصيل اكتر ونشرح معاه البلر. كل الداتا اللي احنا شرحنا منها هتلاقيها موجودة جوه الفولدر ده اللي هو بانل بيلدر لكيتشر 4، هتلاقيها موجودة على لينك تليجرام.